عارفة لفة الجلاش اللي مرمية عندك في الفريزر وما انتش عارفة تعملي بيها ايه وحيرانة يا ترى تعملي بيها انهي وصفة؟ هاتيها وقومي شوفي الفيديو ده وهتعملي بيها احلى وصفة سهلة وسريعة وبسيطة وهتنجح معاكي من اول مرة. انا شخصيا ما بيمرش عليا اسبوع من غير ما اعملها. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما متعودين ونبدأ على طول الوصفة. في قالب بايركس او في اي صينية تفضليها، الومنيوم او ستانلس او تيفال، اي صينية تفضليها. المهم ان احنا هنبطنها كده بمسحة من الزيت على سمنة. اللي استخدمته في الوصفة كلها هما معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت بس، وفض منهم كمان. هجيب بقى نص كيلو الجلاش اللي عندنا في الفريزر وهسيبه لحد ما يفك خالص من التلج. وهفرده بالشكل ده قدامي على الرخامة من غير ما اخطيه في فوطة ولا حاجة. هاخد ورقة ورقة. عارفين بقى تطبيقة المروحة اللي كنا بنعملها زمان في المدرسة؟ هنعمل ورقة ورقة بالشكل ده ونرصها في الصينية او في القالب البايركس اللي احنا مجهزينه. كل الورق هنعمله بالشكل ده وهنرصه جنب بعضه بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي في الصينية او في القالب. زي ما حضراتكم شايفين من غير ما ندهنه ولا اي حاجه. هتاخديها كده وتكرمشيها او تعمليها زي الاكورديون كده او زي ورقه المروحه وتحطيها في القالب البايركس بالشكل ده اللي احنا دهنينه طبعا من تحت بالسمنه عشان يحمره لي كويس. ومشغله الفرن على درجه حراره 200. وبعد ما خلصت كل الورق الصينيه اخدت نص كيلو الجلاش كله. هبدا ان انا يعني افرده كده واخليه ان هو يملى الصينيه معايا او يملى القالب. ومعلقتين السمنه على معلقتين الزيت همسح بيهم على الجلاش كده من فوق علشان طبعا لما يدخل الفرن المادة الدهنية هتسيح وهتنزل جوه الورقات وهتقرمشه وتحمصه وتخليه جميل جدا. هنحتاج بقى بعدين كوبايتين من الحليب وظرف من بودرة الكريم كراميل. هنحط على كوبايتين الحليب ظرف من بودرة الكريم كراميل. والوصفة دي بحبها قوي لاني مش بضيف فيها سكر. وبتاخد معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت، يعني اقل مادة دهنية ممكن نعمل بيها احلى وصفة بالجلاش. بعد ما قعد في الفرن حوالي 20 دقيقة وبدأ لونه يبقى بالشكل الحلو ده، خدت بقى خليط الكراميل مع الحليب غلوة دقيقة، يا دوب غلى دقيقة بس وهو سخن جدا والصينية كانت دافية. خدته وصبته على طول على الصينية بالتساوي بالشكل ده. عايزة اقول لكم ريحته بتبقى رهيبة. والوصفة دي من الوصفات اللي سكرها مظبوط جدا. لو حابين ان انتوا السكر يبقى عالي شوية هتزودوا على الحليب والكراميل معلقتين او 3 من السكر لو بتحبوا السكر ظاهر قوي، لكن دي سكرها مظبوط للناس اللي مش بتحب الحلويات المجزعة. رشيت عليها شويه من الزبيب، طبعا ممكن تحطي جوز هند وممكن تحطي مكسرات زي ما تحبي. واول ما بتتشرب على طول ما بتاخدش ربع ساعه بعد ما هديت بصراحه قطعتها على طول. وكمان الاحلى والاحلى لو دخلتيها التلاجة هتاكلي احلى صينيه جلاش متسقيه بالحليب والكراميل. رهيبة. زينتها بقى بصوص الكراميل اللي بيجي مع البودرة في العلبة. ممكن كمان ترشي عليها زي ما قلت لك مكسرات مجروشة. ممكن تحطي كمان عليها صوص شوكولاتة او صوص اللي انت حباه، صوص كراميل من الجاهز زي ما تفضلي. بس هي اصلا طعمها جميل جدا وخطيرة وما بتاخدش اي وقت. يلا بعد ما شفتي الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة او اعملي متابعة على صفحة الفيسبوك وقومي اعملي الوصفة الحلوة السهلة دي. وما تنسيش تعليقاتك الحلوة اللي بتفرحني. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. حفظ الله ورعاية.